كم مرة كلمتك يا ابو الصحاب، كم مرة كلمتك وقلت لك ان مش كل صخرة في الجبل سواء مغايرة لطبيعة الجبل او سواء من نفس طبيعة الجبل محطوطة سواء في الوادي او فوق الجبل او حوالين الجبل معناها كنز. كم مرة قلت لك الموضوع ده؟ تمام. كم مرة قلت لك ان معظم الصخور اللي زي دي منقولة من مكانها عن طريق الرياحة، عن طريق السيول اللي ضربت مصر، عن طريق ان حد دخل الجبل نقب، عن طريق ان حد دخل الجبل عمل اي مشروع او عمل اي حاجه فنقل الصخور دي من مكانهم. صح؟ قلت لك انا الكلام ده بدل المره مليون مره. طب لو بتشوفني من على الفيسبوك او من على اليوتيوب اشترك في القناه وتابع الصفحه وابعت الفيديو ده لاصحابك او للناس اللي بتحفر ومقتنعه بالكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي في الفيديو ده. كتير من الناس يا صديقي يقول لك لو قابلت صخره في اي مكان في الجبل سواء مخالفه لطبيعه الجبل أو من طبيعه الجبل وبالذات المخالف لطبيعه الجبل واللي هو الحجر الصوان اللي بتقولوا عليه حجر صوان واللي احنا بنقول اللي هو اسمه الحجر الناري اللي زي الحجاره اللي هناك دي كلها كده، تمام؟ تحت منه كنز وفوق منه كنز وجنب منه كنز وهتعبي شكاير ذهب والكلام ده. صح؟ كم مره قلت لك الموضوع ده؟ وكم مره قلت لك ان حصل للجبال عوامل اثرت فيه نقلت الاحجار، حتى لو الحجر ده فعلا بيقول ان عليه اشارات او ان بس هو اتحرك من مكانه. تعالى بص اهو، لمجرد ده كان موجود خلاهم نزل اهو بطبيعه الجبل زي ما انت شايف كده، ومجرد ان الرجاله طلعت بس شويه صخور بس كده خلاص احنا عندنا اثار. وفاكر بقى ان هو هيروح في البيت بشكارتين ذهب وكام شكاره تماثيل، ماشي، وهيبقى ملياردير، وانه كده مكان كان الاول بيكح تراب فدلوقتي بقى ملياردير وطلع في نص ساعه او ساعتين. او لو حضرتك من الناس اللي مقتنعه ان معليك عشان ظروفك الماديه وحشه فانت هتروح تجيب واحد سواء اسمه شيخ او دكتور او خلافه او جهاز او اي حاجه هيطلع لك اثار وهيغير حياتك من انك بتكح تراب لراجل ملياردير والكلام ده. عايز اقول لك والله لا توحيلك اكتر ما انت موحول وهتدينك اكتر ما انت مديون وهتخليك تكح تراب اكتر ما انت بتكح كده. تمام؟ بدليل اني كلمتك قبل كده عن موضوع الاعماق وقلت لك ما فيش حاجه اسمها اعماق 25 و30 ومش عارف كام. ناس بتوع الفيوم هعمل لك عليهم فيديو واحد. وياما اتكلمت عن موضوع الاعماق وقلت اخرتها موت واخرتها خطر واخرتها مش عارف ايه. بلاش تجري ورا الناس ده، طلعوا لكم وقالوا لكم ده شغال مع مش عارف مين وهو متفق معاهم وهم متفقين معاه عشان يقول الكلام ده والحوارات دي. واصل ده مش حابب لكم الخير. يعني اللي موتكم واللي بقى عمل لكم واللي غرمكم فلوس واللي شقاكم وتعبكم في الجبل هو اللي رايد لكم الخير. اما اللي بينصحكم وبيقول لكم ان الاشياء ده غلط ومش هتجيب معاك نتيجه وهتخسر فلوسك ويا ريت بس تيجي على خساره الفلوس هو ده اللي مش حابب لك الخير. طب خلاص يا عم انا خلينا اهو بالدليل القاطع عشان ما تقولش ان انا مش حابب لك الخير او انا ما اعرفكش اصلا عشان ما احب لك الخير ولا ما احبلكش. ده طبيعه وده طبعا مردوم تحت كتير قوي وزي ما انت شايف كده يا ابن عمي كل ده طبيعه. وضحكوا على الرجاله شقاهم وخد منهم فلوس وصرفهم فلوس وخرب بيوتهم وعمل وخد بعضه ومشى وشكرا على كده. والله يعوض. والناس برضه حالها ما اتغيرش من كحه من ديون لدين اكتر وبرضه حالتهم الماديه ما اتغيرتش. انا احمد سفاري. لو عجبك الفيديو يا صديقي ابعت ده لاصحابك، او لو عجبك الفيديو او تعرف حد بينقب او بيحفر مقتنع بالموضوع ده ابعته لاصحابك وشيره. تابع الصفحه انا احمد سفاري ودي صفحه زي الاشارات ما بتقول. السلام عليكم.